عليكم. أوقف مصالح الأمن بعين الدفلة مؤخرا سيدة تمارس مهنة الطب منذ فترة من دون امتلاكها لأي مؤهل علمي في مجال اختصاص طب كطبيبة لأمراض المخ والأعصاب. المعينة امرأة في العقد الرابع من العمر تنحدر من إحدى ولايات شرق الوطن. تم توقيفها من طرف فرقة حماية الأشخاص الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وإحالتها أمام العدالة عن قضية انتحال مهنة منظمة قانونيا مهنة الطب، القتل والخطأ والنصب. عملية توقيف المشتبه فيها تمت بعد فتح تحقيق معمق تحت إشراف نيابة الجمهورية المختصة إثر تسجيل حالة وفاة مؤكدة في ظروف غامضة لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 6 سنوات، كان يعاني من شلل دماغي. التحقيق بين أن الطفل قبل وفاته خضع لحصة علاج يوم 20 جونفي الأخير لدى المشتبه فيها بمنزله المتواجد بمدينة الدفلة. قامت بكرائه مؤخرا وخصصته لاستغلاله كعيادة لممارسة نشاطها غير القانوني بعد ادعائها أنها طبيبة مختصة في علاج للأمراض المخ والأعصاب. المعنية كانت تروج لنشاطها المشبوع عبر حساب خاص بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم عيادتها، حيث كانت تعرض فيه اختصاصها وطريقة علاجها وتتواصل من خلاله مع الزبائن وتحديد المواعيد.